الدكتور محمد بودرة البرلماني ورئيس جهة تازة قرسيف الحسيمة. قبل ما نبداو النقاش مع الضيف ديالنا كنحيلكم على الروبورتاج. مشروع الجهوية الموسعة هو من بين الأوراش الإصلاحية الكبرى اللي فتحها المغرب، وكيعقد عليها آمال كبيرة من أجل تنمية متوازنة لمختلف المناطق. هذا المشروع خلق دينامية وحرك نقاش عام، ومن بين النقاط اللي كتحظى باهتمام كبير التقطيع الجهوي المقبل. ربما أن هذا التقطيع محتاج إلى إصلاحات، لأنه كاينين جهات اللي ربما ما بغاش تنتمي المناطق أخرى إلى غيرها غتكون إصلاحات، ثم تيجي كذلك باختصاصات جديدة واسعة ومهمة جدا، بحيث أنه القرارات اللي غيتخذ على مستوى الجهة ما بقاش فيها وصاية. التخطيط ديال الجهة كله تيرجع المجلس ديال الجهة والرئيس ديال الجهة، تحديد استراتيجيات ديال المستقبل تترجع للجهة. هذا الرابور يعني كانوا فيه بزاف ديال النقاط. الإيجابية ديالو هو أنه كان بيبليك، يعني أنه كانت تعطى العموم باش أنه يطلعوا عليه، ولكن هذا الاطلاع ديال العموم جعل أن بزاف ديال الناس ما قبلوش يتلصقوا من واحد الجهه تلصقوا من واحد الجهه، كما وقع الاخرين بكاع مع ميدالت، كما وقع الرشيديه مع فيكيك، لانه كان خلق واحد على الاقل واحد الديناميه ما يسمى بالانتماء للجهات، اللي كان واحد الوقت غير معروف في المغرب. ما كانش عندنا يعني انتماء جهوي، كانت الدوله اليعقوبيه في المغرب ما كانش انتماء للجهه، كنا كننتمي لواحد الوطن كبير اللي هو المغرب. التفكير في الجهوية الموسعة كيتطلب تغيير في طريقة تسيير الشأن العام والتخلي عن مجموعة من السلطات المركزية لصالح الجهات، وإيلاء العناية للخصوصية الثقافية واستثمارها لصالح التنمية. هذا التنوع الثقافي أعتقد أنه ماشي جهوي، لأنه احنا شعب منصهر بعضياتنا، ما عندناش مناطق اللي هي لغويه هكذا ولغويه اخرى. تنوجدوا في المغرب منطقه تتحدث بالامازيغيه، وتنوجدوا عربيه، وتنعاود نوجدوا الامازيغ الى غير ذلك. وهذا الشيء هذا تنعتقد انه ما كاينش مشكل في المغرب، لان المغرب الاصلي كانوا فيه الامازيغ، ولكن التحقوا الاخوان العرب، التحقوا الاوروبيين، كانت حضارات فينيقيه وكرتاجينواز الى غير ذلك، وقع واحد الانصهار منذ قرون. شنو هي مقومات الجهة، أو شنو هي الصلاحيات اللي خاص يتم منحها للجهة، وكذا الدور اللي غادي تأديه الدولة لصالح الجهات. الجهات يعني حاليا انا كيفاش كنشوفها هو ان الجهات خص تكون عندها تكامل اقتصادي، تكون بعدا هي عندها اوتونومي اقتصاديا، لان الا ما كانتش اقتصاديا ما يمكنش نتكلموا على شي جهه. الا كانت الجهه ما عندهاش لي مويان وما عندهاش يعني الوسائل الماديه واللوجستيكيه والثقافيه والتربويه باش انها تكون بذاتها باش تفورمي يعني الجهه، راه ما يمكنش نوصلوا لواحد الجهويه كما كنتمناوها. العمل على إخراج مشروع الجهوية الموسعة ما كيخفيش هاجس الحفاظ على الوطنية والانتماء للوطن. دكتور محمد بودرة، مساء الخير، كنرحبوا بك في هذه الحلقة من برنامج شؤون أمازيغية. كيف شفنا في روبورتاج، الجهوية مطروحة للنقاش في المغرب منذ سنوات، ولكن كيبان كما لو أنه نقاش بين النخب، وكما لو أن الناس المعنيين الأولين موضوع الجهوية أي الناس في الجهات ما عارفينش مزيان معنى الجهوية. أنتم باعتباركم برلماني ورئيس الجهة، شنو هي الجهوية إلا بغينا نفهموها للناس البسطاء؟ أولا شكرا أستاذ عصيد على استدعائي إلى هذا البرنامج المهم جدا، واللي هو مكسب بالنسبة للمغرب، اللي هو برنامج شؤون أمازيغية. الجهوية هي ثورة حقيقية في الثقافة السياسية اللي احنا مقبلين عليها. والجهوية بالمفهوم ديالها العادي هي تسيير شؤون السكان بأنفسهم، يعني سكان منطقة وجهة معينة ينتخبون أناس لهم صلاحيات ويسيرون شؤون حياتهم اليومية، من سواء الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. وهذا النموذج ناجح في جميع البلدان الديمقراطية
لأن الديمقراطية الناقصة حينما لا تكون هنا عندما ما كتكونش الجهوية. فلا ديمقراطية بدون جهوية، لأن الديمقراطية بمفهوم بأن واحد الأغلبية والأقلية خصها تخضع لهذيك الأغلبية ماشي ديمقراطية. إذا فالجهوية هي أساسا ديمقراطية، يعني الاشراك الفعلي ديال الجميع كيكون عبر السكان كيسيروا الناس الشؤون ديالهم. دابا هاد الناس ديالنا اللي في الخارج مغاربه العالم هما كيلمسوا هذا الشيء في هولندا وفي بلجيكا، ملي كيمشيو عند رئيس البلديه ولا كيسميوه بورغمستر كيلقاو عنده جميع الصلاحيات. ملي كيجيو عند رئيس البلديه ولا رئيس الجهاد المغرب كيطلبوا له مسائل كيلقاو ما عندوش صلاحيات في المركز في الرباط والدار البيضاء. والنتيجه بان المغرب هذه السياسه المركزيه وصلنا لواحد المغرب نافع ومغرب غير نافع. يعني تزاد التهميش ديال الجهات. زاد التهميش الجهات. نعطيك مثال، 50% ديال الاطباء راهم بين الرباط والدار البيضاء، وفي الجبال وفي الجهات كتلقى المستشفيات ما فيهم لا طبيب لا مولده. آلاف السكان بدون امين. هذه نتيجه ديال السياسه المركزيه. لو كانت هذه الجهات عندها اختصاصات هي تدخل الاطباء، هي تجيب الاطباء، هي تخلصهم، ما غيكونش مطروح هذا المشكل. نعم. سي بودرا، النقاش حول الجهويه يعني تطور بالتدريج الى ان كان حتى في تقريبا في 2005 خطاب ملكي اللي تكلم على الحكم الذاتي للجهه ديال الصحراء، وبالتالي تطور نوعيا النقاش نحو الجهويه الموسعه. هذا النقاش واش هو مؤشر الى الانتقال من نموذج دوله الى نموذج اخر، من نموذج الدوله المركزيه اللي هي كانت مسؤوله على تهميش الجهات وعلى مشاكل كثيره بين المركز والمناطق الاخرى، نحو دولة الجهات أو نحو يعني واش هذاك يعني أن المغاربة اقتنعوا بضرورة هذا الانتقال؟ هي فعلا هي عودة في الحقيقة، عودة للتاريخ العريق ديال المغرب. راه المغرب كدولة دارتو الجهات ماشي العكس. دابا كاين اللي كيقول راه المغرب باغي يدير الجهات، راه الجهات هي اللي دارت المغرب. جهات المغرب المعروفة والتاريخية، وكاين الآن اللي كينفي كيقول لك عمرو ما كان عندنا حنا جهات تاريخيه. الو التاريخ وانتم كتعرفوا هذا الشيء احسن مني. كانت اماره النكور، كانت اماره برغواطه، سجل ماسه، كانت جهات سوس، مصموده الى اخره. هادو كاع هاد الجهات هما اللي اسسوا الدوله المغربيه. راه الجهويه ما هي الا الرجوع الى الاصل، الى الاصل، حيث المغرب هو دولة الجهات، وخصو يكون هكذا، خصو يكون هكذا. والشرعية الترابية يعني ديال الأرض خصها نسترجعوها، لأن ولينا دابا مثلا عندنا شرعية ديموغرافية. فالبرلمان اللي هو كيجسد سيادة الأمة كتلقى مثلا هذا البرلمان على حسب عدد السكان. يعني مثلا الدار البيضاء فيها 36 برلماني، الحزيمه فيها 4. واش هذا الشيء كي عنده مع الاصل ديال المغرب وهذا الشيء واش هي الجهويه؟ ماشي هي الجهويه. اذا الجهويه ما يعني هذا تبع فقط العدد ديال السكان والديموغرافيا، هو كما تبعش للقيمه ديال الجهه ديال الجهات. وهاد السكان الجهات اللي صنعوا التاريخ ديال المغرب وصنعوا الثقافة المغربية الأمازيغية العربية الأندلسية، وساهموا في الحضارة الأندلسية والمغرب الكبير إلى آخره. فهذا المشروع الجهوية مع الأسف كيلقى واحد عدم القبول عند النخب السياسية. علاش هذه المقاومة من طرف النخب لفكرة الجهوية رغم كل المزايا اللي عندها؟ لأن هناك مصالح. النخب المركزية، دابا نعطيك مثال، برنامج الطرق القروية يسير من وزارة التجهيز والنقل. دابا واش العقلية ديال وزارة التجهيز والنقل تعطي هذا البرنامج ديال الطرق القروية للجهات، هذا الاختصاص تعطيه بالموارد الماليه ديالو البشريه للجهات؟ فاذا عطاتو ما تبقاش تعطيه هي الرخص،
الرخص وديال مثلا النقل. تاكسي دابا رئيس الجامعه ما عندوش الحق يعطي رخصه التاكسي كبير، خصو يمشي للرباط باش تاخذ التاكسي. اذا هناك مصالح مركزيه اللي تراكمات ما يمكنش يسمحوا فيها ويعطيو الاختصاصات للجهات. كذلك الاحزاب السياسيه دابا كتسير من الرباط ومن الدار البيضاء، ما يمكنش تقبل احزاب جهويه، هي ممنوعه في قانون الاحزاب وفي الدستور، ولكن حتى واحد الهامش ديال الحريه للجهات قليل هم الاحزاب اللي تعطي هذا حريه القرار، اتخاذ القرار في القضايا الجهويه. اذا فهم متشبتين بدوك التزكيات ديال الانتخابات، متشبتين بان الحزب خصو يكون مركزي. فهذه الثقافه المركزيه هي العائق لتطوير الجهويه، بمعنى انها على مدى سنوات شكلت واحد الذهنيه فعلا. وهذه الذهنيه مع الاسف كاين حتى عند النخب الجهويه. فالنخب الجهويه لا زالت لا تؤمن بالجهويه، ما كتامنش بالجهويه. انا نعطيك مثال، ولات حتى هي مرتبطه بالمركز او كتسعى عندها طموح، كتحلم تولي نخبه مركزيه، كتحلم تجي تسكن في الرباط وفي حي الرياض ولا اكدال ولا في حسان ولا هذا، وتدخل ولادها حتى هي المدارس حره وتمشي للريستورون وتمشي للميغا مول. هذا النخب الجهويه كيضعف المردوديه ديالها جهويا فعلا. لان وهذا الشيء كيتجلى حنا دابا اللي عايشين في الجهات، كيكون عندنا مثلا اجتماع في الرباط، ان مركزيه نقابيه ولا حزب ولا جمعيه وطنيه، عاده تنوصلوهم حنا الوالا في الكار، الناس ديال وجدان الناظور اكادير الرشيديه، كنوصلوا حنا الوالا القاعه الاجتماع مع 6 الصباح، كيحطنا الكار مشيو نشربوا القهوه، كنمشيو داخلين فينا النعاس لقاعه الاجتماع، والناس ديال المركز كيجيو حتى ل 10 الصباح، كيجيو قادين مزيان دايرين الدوش الى اخره. ولكن المشكل ماشي في هذا، المشكل احنا كنوصلوا للوالا وكنجلسوا اللور، كنخليو المقاعد الاماميه للناس ديال المركز. معناه حتى احنا ما مامنينش بان حتى احنا بحالنا بحال الاخرين، كتكرسوا هذيك الثقافه المركزيه. اذا فهاد الجهويه لما دافعوش عليها الناس الجهات مواليها، ما عمرها تعطى، ولا تعطات غتعطى بطوره شي حاجه، غتعطى بعقليه المركز، ما تفوتلكش الاختصاصات. انا نعطيك مثال حصل مؤخرا مثلا في المدينه اللي كنكون فيها انا، في الحسيمه باخره كتجيب العمال ديال الخارج دابا في هذا الصيف هذا، فاليوم كتجيبهم من اسبانيا للحسيمه سميتها موتريل. هذه الشركه مجموعه بينا مشينا ديناها لوزير النقل الله يهديك، عطي لها الرخصه، عطى لها الرخصه، وواحد بين سمعنا هذا مؤخرا بان اللجنه تكونت جات حيت دابا الميناء مع رئيس البلديه لا رئيس الجهه لا منتخب حتى واحد ما عندوش على الميناء لا الملك الغابوي. شفت المشاكل ديال الملك الغابوي، فكتجي اللجنه كتقرر بان هذا الميناء ما يقدرش يستقبل هذه الباخره. اذا هذه هي المركزيه. هل يعقل بان ميناء جا في واحد الارض اللي انا فيه رئيس الجهه وكاين رئيس بلديه ما عنديش الحق نهضر، والمطار ما عنديش الحق نهضر، الغابه ما عنديش الحق نهضر، ملك هذه. اذا هذه كلها عوائق التنميه والاستثمار. حنا الناس ديالنا ديال الخارج باغي يجيو يستثمروا في البلاد، تقول له بغا يستثمر في الفلاحه، تقول له وزاره الفلاحه في الرباط، بغا يستثمر في السياحه، تقول له وزاره السياحه في الرباط. وهاد المنتخبين الجهويين اللي كنطمحوا باش يكونوا عندهم اختصاصات بصح، باش يحلوا المشاكل ديال الناس بصح، على يعني واقعيا وعلى الارض واقعيا. هاد يعني المشكل ديال ان النخب المركزيه يعني تقاوم فكره الجهويه على اساس الجهات التاريخيه. هذه المساله اثرت بزاف في التقطيع الجهوي، التقطيع اللي متبنى الان واللي اقترحته اللجنه يعني اللي دبرت هذا الموضوع ديال الجهويه. شنو هي المعايير اللي قائم عليها، ولماذا يعني هذه اللجنه وهذه النخبه ما كتقبلش الجهات التاريخيه اللي عندها جذور وايضا عندها واحد اللحام
ثقافي اللي كيشد السكان بعضهم الى بعض، يعني فيها انسجام اللي ممكن يساهم في التنميه. هذا التقطيع اللي كيتبنى حاليا تنفي المكون التاريخي واحيانا حتى الثقافي بمبرر باني حنا خصنا دابا التنميه الاقتصاديه. التنميه الاقتصاديه هي الاساس، ولكن راه حتى التنميه الاقتصاديه الى الناس السكان ديال الجهه ما كيحسوش بان راهم في جهتهم، في الجهه ديالهم اللي الاصول ديالهم منها، اللي ديك التربه ديالهم هي اللي عاشوا فيها، راه ما غتعطيش حتى داك المفهوم ديال حب الاستثمار والتنافس والى اخره. فحتى هذا المعطى كيف ديال التجانس التاريخي والثقافي كيعطي واحد تفجير طاقات مكبوته منذ سنين وعقود، نظرا لهذا التوجه اللي كان سابقا، اللي هو في الحقيقه توجه امني وكاين تخويف هذه النخب المركزيه. كما خوفتنا في الاستقلال بان الظاهر البربري خوتنا الامازيغ بغاو يفرقونا مع خوتنا الامازيغ، ولكن كيهضروا هكذا غير فاش ما تكون شي حرب ولا شي صداع، ولكن ملي كيكون توزيع الغنائم ما كتفكروش خوتهم الامازيغ ولا خوتهم ماشي. اذا هذا دابا حاليا عاوتاني كاين التخويف، راه الانفصال ما يمكنش، بمعنى كيتم ربط الجهويه بتهديد الوحده ديال الانفصال. انا واحد مؤخرا قال لي واش شفتي شنو كيوقع في كاتالونيا؟ قلت له كاتالونيا شفتي فيها غير هذا الشيء ديال الانفصال، ما شفتيش البارسا، ما شفتيش ميسي، ما شفتيش المسائل الجميله، كل الامور ما شفتيش لاس كي دايره ولا شفتي غير هذا الشيء في كاتالونيا. وعاود شكون اللي قال لك كاتالونيا غتنفصل؟ راه كاين نقاش، كاين حوار، كاين هذا الى اخره. وفي المغرب هذا الشيء ما يمكنش يحدث. كاع كاتالونيا راه كانت مستقله. المغرب كما قلت في الاول، المغرب اسسوا هذه الجهات. واش الريف وسوس اللي اسست المغرب غتنفصل على المغرب؟ بحال اللي كتقول انت غتنفصل على ولدك، على راسك، انت ولدتيه وغتنفصل عليه، ما يمكنش، هذا الشيء مستحيل. اذا هذا غير تخويف لا اساس له من الصحه، كيخوفوا الناس بالانفصال. فهذا المعيار التاريخي والثقافي مهم جدا لخلق واحد الديناميه ديال السكان المنطقه باش يجتهدوا باش يجعلوا المنطقه ديالهم متقدمه ويستثمروا. دابا الناس ديالنا هربوا مشاو للخارج من المناطق ديالهم لان ما لقاوش فين يستثمروا. اذا هنا خص فتح نقاش واسع امام الشعب المغربي حول الجهويه، حول التقطيع الجهوي. فكاين دابا كاين تغييب النقاش، كاين تغييب ديال النقاش، وتنخاف بان غادي تكون هذا المشروع الكبير اللي كنا كننتظروه، كنا بان غيكون ثوره حقيقيه في المغرب، غتولي شي تعديل بسيط واللي ما غاديش يعطي النتائج المتوخات منه. هذا معناه اذا انه خاص ادماج نسبه كبيره ديال السكان وخاصه ابناء الجهات في هذا النقاش. شنو هي الاليات اللي كتشوف انها غادي تعمل تحسيس لدى المواطنين بموضوع الجهويه والجدوى ديالو وضرورته ايضا والنتائج المرتقبه منه؟ انا كنظن اولا وقبل كل شيء خص الناس ديال الجهات، الفعاليات ديالها ديال المجتمع المدني ولا الاحزاب السياسيه الوطنيه والفروع ديالها، في هذه الجهات ياخذوا بزمام امور الجهات ديالهم ويضغطوا. كاين اللي غادي يضغط على الاحزاب، كاين اللي غادي يضغط على الحكومه باش تستجب للمطالب ديالهم المشروعه، خاصه واننا كنعرفوا بان هذه الجهات هي اللي فقيره. واحد العدد ديال الجهات ديال المغرب، راه خصكم تعرفوا بان حاليا في الدوله المغربيه 95% ديال الفلوس ديال المغرب كتسيروا من الحكومه الدوله، و5% جميع الجماعات المحليه والجهات الاخرى. باش تعرفوا اللامركزيه ديالنا مازال ضعيفه.
الى جينا نقارنوا بحال اسبانيا كنلقاو الحكومه كتسير 60% ديال الفلوس والجهات 40%. 40%. وحنا في المرحله الاولى خص ضروري يكون واحد التضامن، لان واحد الجهه اللي كنتي كتعطيها ولات غنيه مثلا هذا، وكاين جهات فقيره اللي خص ضروري يكون تضامن جهوي، يكون تضامن جهوي باش يتقادوا بعد جميع الجهات جميع المؤشرات الاجتماعيه خاصه. كيفاش يمكن في التقطيع الجهوي تكون موازنه او خلق توازن بين العامل التاريخي الثقافي اللي تكلمتوا عليه وبين العامل الجغرافي ايضا، مثلا الماء يعني المجال الجغرافي الحيوي بالنسبه للسكان، وبين العامل الاقتصادي، العامل يعني هذه العوامل كلها احيانا كتكون متضاربه من جهه الى اخرى. كيفاش يمكن باش نخرجوا بواحد التقطيع جهوي منصف واللي كينصف هذه الجوانب كلها؟ احنا ممكن نقولوا بان مثلا قضيه الماء ما نخليوهاش جهويه، بحال هذه الامور متفقين. الماء خير مشترك، لان ما يمكنش احنا مثلا جبال الريف هما اللي يعطيو الماء كله للغرب، غدا غادي نقولوا احنا ديالنا جهه الريف غنحبسوا عليهم الماء. هذه القضيه ديال الماء خصها تكون وطنيه، كتدبر وطني. اللي خصنا نديروه هي واحد الصفحه خاص اللي غيبقى وطني، بحال دابا العلاقات الخارجيه، سميتو الامن الوطني، الدفاع والماء وهذه الامور. يمكن نشوفوا المعادن، البترول، الفوسفات، المسائل الخيرات المشتركه، نقولوا المشتركه، لان الماء كيجي من واحد المنطقه من واحد الجهه وكيوصل حتى لواحد الجهه، فمشترك. هادو نخليوهم مسائل وطنيه. ولكن كاين الصناعه التقليديه، واش تخليها وطنيه؟ واش السياحه تبقى وطنيه؟ ما عندناش سياحه بعد وطنيه، حنا كل جهه. واش الصناعه التقليديه تبقى وطنيه؟ يعني هناك قطاعات اللي هي اصلا مرتبطه بديناميه الجهات والاختلاف ديالها. دابا المتاحف واش غيبقاو وطنيين؟ كاين بزاف د الامور اللي كان خص من دابا سميتو التعليم. حنا التعليم غادي الابتدائي والاولي، واش الجهات ما مقدوراش دير هذا الشيء؟ المستوصفات، المسائل نقدروا ننطلقوا بهذه الامور باش المواطن يحس بان فعلا هذه الجهويه جابت له التغيير، ولان المغرب صافي وصل لواحد المستوى اللي هذه المركزيه صافي استنفذت داك الشيء اللي عندها. ما يمكنش المغرب اللي كيقولوا باغيين يصلحوا المغرب بالمركزيه، ما عمرهم يصلحوا المغرب. لا يمكن دابا تصلح ويدير خطوه كبيره للامام الا بالجهويه. الخطاب الحالي اللي كيقول لك انا غادي نصلح المغرب وغادي تبقاو لي ستركتور هكذا والمؤسسات هكذا وبهذه المركزيه، مغالطات واوهام وبيع الاوهام. يعني فيما يتعلق ب النخب ديال الجهات، هناك منظور ديال الجهويه اللي كتعتبر ان النخب المحليه عندها دور اللي ممكن تطلع به في عدد من المجالات، وهذه النخب خاصها تكون واعيه بالثروه ديال الجهه يعني الامكانيات اللي كاينه عند الجهه، سواء من الناحيه الاقتصاديه او الاجتماعيه او الثقافيه، باش تقدر تنهض بالجهه. يعني تاهيل النخب على المستوى الجهوي باش يزول هذاك المنظور المركزي اللي كيجعل الجهات، يعني النخب الجهويه نفسها تطمح الى ان تصبح في المركز. كيف يمكن تجاوز هذا النوع من الوعي الى وعي جهوي لدى النخب؟ لان هذا كتعتبروه في الخطاب ديالكم اساسي باش ننجحوا الجهويه. هذا الشيء تيحتاج واحد الايمان بالجهات ديال واحد، لانه كتحتاج تضحيه، يعني كيحتاج نضال. لان كيف ان تختار؟ شكون غادي يخليك تختار وانت طبيب مختص ولا اطار كبير غتبقى في ديك البلاد المهمشه، ولا تمشي للرباط ولا لباريس ولا لكندا؟ شكون غيخليك تما؟ غيخليك اولا الايمان ديالك القوي بان هذه الجهه ديالك محتاجه لك. اذا فهذا الشيء تيشبه داك النضال الجهوي.
خص النضال الجهوي، خص وهذا بطبيعه تضحية. الحال كيعتمد ذاك الارتباط الوجداني ايضا بالجهه. ايوه اذا فانت يكون عندك بحال اللي كان عندنا طموح المغاربه باش نديروا الاستقلال، خص يكون عندنا نفس الطموح باش نديروا الجهويه، نفس الصراع مع الخصوم ديال الجهويه، اذا نفس التضحيات اللي كتنازل على امكانيه العيش افضل كانت كشخص، تمشي دير حتى انت الفيلا ديالك ودير هذا وهذا وتسمح في هذا الشيء وتبقى في بلادك باش مثلا كنت طبيب تداوي هذوك الفقراء ديالك وترفع في المؤشرات الصحيه مثلا ديال الناس ديالك. وهذا غادي يجعل ان النخب غادي تلقى في الجهات ديالها مراكز، بمعنى نفس الامتيازات اللي كتحلم بها في المركز غادي تولي ايضا في الجهه الا وقع ازدهار. معلوم حسنا كل جهه تكون فيها جامعه ديالها، كل جهه تكون فيها مركز يعني ديال نفسها، مستشفى جامعي، كل جهه يكون فيها حتى هي ملاعب رياضيه وفيها فين كاين غيكون ترفيهيه اذا خص المنطقه الجهه شحال ما تنمت شحال ما غيستقروا فيها النخب ديالها. اذا فهذا سيركل فيسيو، اذا بديتي كتخوي الجهات معمره تنمى اذا معمره وإلا تقدمت غادي تزيد للامام. شكرا دكتور بودرة، غادي نتابعوا النقاش ديالنا. قبل هذا غادي نشوفوا الروبورتاج الثاني. إذا كان الجانب التنموي والاقتصادي كيثير اهتمام كبير، فإن الحديث عن الجهوية الموسعة كيثير أيضا الاهتمام بالوحدة الوطنية، بحيث يتم العمل على تقوية ما هو وطني ومشترك عند جميع المغاربة والاهتمام بالخصوصيات المحلية. فيما يتعلق بالجهوية الموسعة من عنصرين أساسيين يجب أخذهم بعين الاعتبار بغض النظر عن من يتحدث عنها أو من لا يتحدث. أولا تقوية وبمعنى وترسيخ العناصر الموحدة للوطن وللشعب المغربي، العناصر الموحدة بمعنى الدين الموحد، اللغة الموحدة، وبما فيها في الدرجة الأولى اللغة الأمازيغية، لأن بحال قلت لك أنها ليست في يوم من الأيام عنصر للتمزيق أو للتفريق. أما فيما يتعلق بالجهوية يجب تشجيع بمعنى يعني ترسيخ وتقوية كل ما هو توحيدي وتشجيع ما هو محلي، بمعنى أن المحلي كاين هناك في إطار الثقافة، في إطار الأمازيغية بنفسها كاين هناك التنوع الثقافي. اللجنة المكلفة بإعداد مشروع الجهوية الموسعة نجزات العمل ديالها قبل من دستور 2011 والتطور الديمقراطي اللي انخرط فيه المغرب. في هذا الجانب ديال التعدد الثقافي كنلقاو بأنه الدستور ديال 2011 جاء أكثر تقدما على مضامين تقرير الجهوية الموسعة، ولهذا على مستوى التدبير وعلى مستوى القانون وعلى مستوى تسيير الجهات فتقرير الجهوية فيه مسائل مهمة، مثلا التعاقد بين الدولة والجهات اللي ما كانش قبل، كاين فيه مثلا مسألة ديال توضيح اختصاصات بين الجامعات، مختلف الجامعات الترابية، كان هناك خلط بتداخل الاختصاصات. التقرير جاء فيه تمييز واضح بين الاختصاصات بين الجامعات الترابية. المغرب البلد الغني بالتنوع الثقافي كيتطلب تعامل إيجابي من قبل القوانين المتعلقة بالجهة لجعل الخصوصيات الثقافية رافعة للتنمية الجهوية. ملي كيجتمعوا ملي كتجتمع الجهوية والتعدد الثقافي كتطرح علينا مجموعة من التساؤلات من قبيل أين يتقاطع تدخل الدولة والجهات في مجال تدبير التعدد الثقافي، شكون هي الجهة اللي عندها اختصاص ذاتي في هذا المجال. وهذه التساؤلات كتطرح علينا خصوصا من بعد الاعتراف بالتعدد الثقافي في الدستور المغربي الجديد 2011 ومن بعد دينامية الجهوية الموسعة في المغرب. بالرجوع لتاريخ المغرب اللي كان دائما كيناصر الوحدة إلى أبعد مدى، كيجعل أن الأمل كبير في مستقبل المغرب اللي كتعتمد الجهات على ذاتها في تدبير الشأن العام. دكتور بودرة، من خلال النقاش السابق ديالنا وكذلك الروبورتاج اللي شاهدناه، واش كتعتقدوا بأن التخوفات ديال الناس من الجهوية وديال بعض النخب اللي كتعتبر أن الجهوية الموسعة تقدر تهدد الوحدة هي تخوفات جاية من عدم الثقة في انبناء وترسيخ معنى الوطنية،
واش كتشوفوا أنه من الاستقلال إلى الآن فكرة الوطنية المغربية ترسخات عند المغاربة، بحيث أن الجهوية مهما توسعت ما يمكنش تمس بهذاك التماسك الوطني وبالوحدة الوطنية؟ كنشكرك على هذا السؤال، لأن هناك مغالطة كبيرة. هذه العقلية المركزية اللي كتهم العقلية الجهوية باللاوطنية، فالتاريخ حافل بالبرهان، بالأدلة، بالبراهين. فالاستقلال نضلوا من أجله أصحاب الهامش، الجهات، جيش التحرير، الجهات. عباس المسعدي منين هو؟ عبد الكريم الخطابي منين هو؟ علال بن عبد الله منين هو؟ هادو الناس اللي ضحوا بالأرواح ديالهم وبالحياة ديالهم من أجل استقلال المغرب. هي الأولى. الناس اللي ناضوا باش يرجع محمد الخامس للملك ديالو هما الناس ديال الجهات. بحين حنا نقدروا نتهموا الناس المركز بان كانوا كيتعاملوا مع الفرنسيس، حنا نقدروا الناس ديال الجهات اللي غادي نتهموا هاد النخب المركزيه اللي كانت كتقدم الولاء للاستعمار. المسيره شكون اللي مشى للمسيره؟ اغلبيه الناس الجهات. شكون اللي طلع في الكاميونات وفي هذا؟ الناس ديال الجهات، جيش التحرير الى اخره. هناك عده ادله بان هاد جهات المغرب ومغرب الجهات الوطنيه، المغرب الجهات هي اللي كتدافع على الوطن، والنخب المركزيه هي في اي لحظه غادي تسمح في الوطن، وغادي تجمع الباليزات ديالها وغادي تمشي لسويسرا ولا لشي بلاد اخرى. بمعنى التجذر المغرب عبر الارتباط بالارض موحد، والوحدة المغربية غادي تصونها الجهوية وماشي العكس، غادي تعمقها، لأن عدم الاعتراف بالآخر. أنا كنقول لك أنا مغربي، أنت كتقول لي كنعاود أكد لك، ولكن أنت كتهمني وكتهمشني، يمكن غادي تطور في أجيال مقبلة ساعتك بصح نزعة انفصالية، لأن هاد الناس ما بغاوناش. ولكن لا أظن. كيف كتعتبر الجهوية أنها مهددة للوحدة؟ كذلك اعتبرت منذ عقود الأمازيغية تشكل خطر على الوحدة إلى آخره، وهي من العناصر الجوهرية ديال الشخصية المغربية. الجهوية في الجهة كيفاش كتشوفوا، لا على مستوى التقطيع ولا على مستوى دينامية الجهة والمشروع التنموي ديالها؟ كيفاش كتشوفوا دور الأمازيغية؟ الأمازيغية هي وهذا الشيء انتم أستاذ كتعرفوا أحسن من هذا الشيء. الأمازيغية ماشي هي غير لغة، الأمازيغية هي ثقافة. احنا في الجهة ديالنا مثلا ما يمكنش نمشي لتونانت ولا الجبالة ولا صنهاجة ولا غمارة اللي حاليا تحدثوا بالعربية بالدارجة، ولكن مزيج بالأمازيغية. ملي كيقول لك الجبلي هكذا انا نمشي انا ناكل، راه بحال كيقول لك هاد السوا ولا هاد الشا، راه تركيبه. وكاين حتى كلمات امازيغيه، انا غادي نفونزر، يعني انا غادي نرعف ولا شي حاجه. اذا فهاد الامازيغيه اللي مخلطه مع الدارجه خاصه في المناطق الجبليه هي كلها امازيغيه، لان الثقافة، نمط العيش، الزواج، الحرب، الفلاحة، الري، السقي، كل شيء أمازيغي. إذن وكاين كل جهة واخا هكذاك في ظل أمازيغيتها عندها خصوصية ديالها اللي كتختلف مع جهة أخرى أمازيغية حتى هي لغة وثقافة إلى آخره. وكاين مسائل اللي هي مشتركة. فاللغة الأمازيغية، اللغة الأمازيغية بكافة تجلياتها اللي قلت لك، حتى الدارجة الجبلية ولا الغمارية ولا المتيوية، هذه دائما كانت بعيدة على النخب المركزية، كيبعدوها حتى هي، لأن بالنسبة لهم كتشكل واحد الخطر على التوجه المركزي ديالهم.
ديال الايديولوجيا اللي احيانا غريبه على المغرب كاع، مستورده من المشرق ومن يعني كتعتمد عناصر ولا من الغرب ولا من الشرق ولا من الغرب. كاين نخب مركزيه عندنا اما شرقانيه ولا فرانكوفونيه ولا امريكيه. هاد تمغربيت لغه وثقافه لي ديرونج كيشوفوا فيه تهديد ديال المصالح ديالهم. فلذلك حنا انا كنقول دائما عندك الجهويه والامازيغيه ومغاربه العالم، هادو ثلاثه ديال اوراش كبرى اللي جا بهم الدستور الجديد، ما غيتنزلوش هكذا وصافي. اذا ما كانش ضغط ديال المجتمع المدني وديال السكان مغاربه العالم اصحاب الامازيغيه واصحاب الجهاد، انا ما غاديش ينزل بسهوله، لان غادي تكون هناك مقاومات. هذا حق يجب ان يؤخذ. بمعنى الترسبات ديال الماضي غادي تخلق مقاومات كثيره. معلوم دائما ولكن الحمد لله انا كنشوف في هاد الاوراش الكبرى الثلاثه اللي قلت دابا مغاربه العالم الامازيغ والجهويه، كاين اراده ملكيه، وهذا في صالحنا. احنا الناس ديال الجهات والناس ديال الامازيغيه منذ خطاب اجدير وحنا كنحققوا مكتسبات بالمعهد الملكي الامازيغي الى اخره، مؤسسات اخرى سترى النور اذا كنا مستمرين في هذه الديناميه. فعندنا اراده ملكيه قويه اللي كتساعدنا، واللي خصنا حنا نبدعوا بالافكار ديالنا باش نعطيو لها واحد المضمون واقعي. نعم. يعني الجهات واش ممكن تشكل اطار ديال النهوض بالامازيغيه؟ بمعنى الا تحققت الجهويه، واش الامازيغيه اللي كانت ضحيه ديال المركزيه مده ازيد من نصف قرن ممكن تلقى انتعاش كبير على مستوى الجهه؟ معلوم احنا كنلمسوه يوميا عند عوده اخواننا مغاربه العالم مثلا في الريف. كاين واحد العدد اللي كيعرف الا الامازيغيه ولا الالمانيه والهولنديه، لان ذنبو انه خلق تما، ولكن الام ديالو الاب ديالو علم له الامازيغيه تيبقى عارف، وكيمشي عند الاداره باغي يستثمر، باغي يجيب مشروع اذناه. لو كان كيهضر بالامازيغيه معاه اللي في الاداره، لو كان المشروع دار واحد العدد الناس غير ما كيشوفش هذاك السيد ما كيفهملوش، كيجمع الملف ديالو كيمشي كيقول له نشوفك السويره بسلامه. اذا العامل التواصلي واللغوي مهم. الامازيغيه غادي تخدم الجهويه والجهويه غتخدم الامازيغيه، وهادو بجوج غيخدموا التنميه الاقتصاديه. الا كانت الجهويه والامازيغيه انا مقتنع بان غادي تكون واحد النهضه علميه واقتصاديه وثقافيه ما كنتصوروهاش دابا، لان ديك الطاقات اللي هضرت عليها المكبوته غتفجر. انسان اللي كيدخل المحكمه كيهضر باللغه ديالو لغه الام، كيدخل الاداره عند العامل عند الباشا وراسه مرفوع ماشي خايف ولا خصو هذا. اذن فهذه من المميزات ديال الدستور الجديد، ولكن خاص التفعيل مره اخرى، خاص التنزيل. شنو هو اللي ممكن يجعل ان نهضه الامازيغيه في الجهه ما غتوليش نعره يعني انقساميه او انعزاليه؟ تكلمت قبيله على النموذج الاسباني، وشرت ان هناك امور تدبر وطنيا وامور تدبر جهويا. الامازيغيه واش ماشي فيها هاد المستويين، مستوى الجهه ومستوى الوطني؟ انا كنظن بان بحال اللي كاين في اسبانيا التعليم مثلا، التعليم في اسبانيا كاين برنامج وطني تتكلف به الحكومه الوطنيه، وكاين برامج جهويه. هذا الشيء في الامازيغيه انا كنظن بان جد ممكن، مثلا في التعليم بصفه عامه وبالامازيغيه بصفه خاصه. مثلا الامازيغيه تكون واحد برنامج وطني، وفي الجهات غادي يكون برامج جهويه
مرتبطه بخصوصيه مرتبطه مثلا بالريفيه ولا بالسوسيه ولا بداتش الحيط ولا حتى في الجهه، راه في نفس الجهه، كتلقى مثلا نعطيك المثل اللي كنعرف مزيان، اقليم الحسيمه كاين تريفيت، كاين صنهاجيه. انا صنهاج عندنا قبائل كتهضر بالصنهاجيه لا علاقه لها بالريفيه، وكاين عربيه دارجه مخلطه بالامازيغ في نفس الاقليم. فاذا حنا غادي نخلي واحد الهامش للجهات باش تبدع، باش تلبي الرغبات ديال الساكنه ديالها المتنوعه المختلفه، ووطنيا يكون عندنا شي حاجه اللي كتوحدنا المغاربه ككل. بهذا المنظور المزدوج نقدروا نوفقوا بين اللغه المعيار فعلا وبين يعني التنوعات ديال اللغه. فعلا انا كنت كنقصد هذا الشيء ملي كنقول ما هو وطني، يكون مثلا اللغه المعياريه، اللغه الجامعيه يونيفرسيتير، لغات البحث. مثلا بالمعياريه نقدروا ندرسوا لي ماتيماتيك، ندرسوا لا فيزيك لا شيمي، ولكن اللغه الادبيه لغه الام ولا الشعر الامازيغي الاغنيه ما نقدروش نحيدوا لابويا من الريف طبعا، مستحيل. هي الاغنيه ديال الريف وهي اللي كيغنيوها، اذا غادي تبقى بالخصوصيه ديالها. هذا هو السبيل باش تنجح الامازيغيه في المغرب، ويعرفوها جميع المغاربه. اللي بغى يدرس كلش مفتوحه لجميع المغاربه، كانوا كيهضروا بالعربيه ولا كانوا كيهضروا بالامازيغيه، لان كتعرفوا بان كاين قبائل كثيره في المغرب اللي تعربت. دكاله مثلا، دكاله قبيله مصموديه معروفه، دابا كيهضروا كلهم العربيه، ولكن هما اصولهم ديال الامازيغيه. فهاد التمغربيط اللي فيها الامازيغيه والعربيه خصنا نحافظوا عليها بجميع المكونات ديالها، ونصونوها من اي اتلاف ولا اراده باش نمحيوها كما محاو مثلا الولايات المتحده الهنود الحمر. مبقاوش لا ثقافه لا لغه، لا محاوهم لي زون غازي. وكاين شعوب اللي مشات، كاين لغات وثقافات اللي مشات اللي انقرضت. فاذا الحمد لله الامازيغيه والثقافه ديالها لا زالت صامده، ومعنى بانها قويه مادام صمدت كاع هذا الوقت، وقابله باش تطور وتغني الثقافه المغربيه. موضوع التاريخ يعني من الاشكاليات الكبيره اللي مطروحه في النقاش العمومي حاليا، عنده ارتباط بالجهويه. هناك تاريخ رسمي يتداول في وسائل الاعلام وفي الخطاب الرسمي وفي المنظومه في النظام التربوي، ولكن في نفس الوقت هناك الجهات بتاريخها العريق وباعلامها وبوقائعها الكبيره الى اخره التي يجهلها الناس. كيفاش كتشوفوا دور الجهويه في اعاده الاعتبار للتاريخ الفعلي ديال المغرب؟ انا متاكد بان لو كانت الجهويه المتقدمه اليوم حاليا كنعملوا بها، لما تركت جهتنا اقامه محمد عبد الكريم الخطابي مهمله. لا صنعنا في معركه انوال شي معلمه، لا في واد المخازن كنا غادي نديروا شي حاجه، لا قبر يوسف بن تشفين كنا غادي نديروا شي حاجه، لا الى اخره. وليلي هذه الامور كنا غادي نعتنيو بها اكثر، ونديروا كتيبات لفائده تلامذتنا وطلبتنا، ولكن كذلك لتطوير السياحه، للتعريف بتاريخنا الجهوي الكبير اللي ممتد من آلاف السنين، باش نعرفوا. دابا احيانا ما كتعرف حتى فين كاين قلعه المرابطين في تاونات سميتها امركو، غادي نديروا عليها كتيب. حنا الا كان عندنا اختصاصات في الجهه باش نديروا الثقافه ديالنا ونديروا هذا، اكيد ان الجهويه غادي تسترجع، غادي تصحح ذاك التاريخ اللي كان تحرف كثيرا، واغفل واحد العدد ديال الاعلام الجهويه، واغفل جزء من تاريخنا العظيم اللي ممتد من قبل الاسلام الى يومنا هذا. اذا كتشوفوا بان الجهويه
في النهايه هي اللي غتبني التاريخ الوطني الفعلي. فعلا انا الجهويه هي اللي غادي دير النهضه المغربيه في جميع المجالات، لا العلميه لا الثقافيه لا السياسيه، لا غادي المغرب انذاك غادي يدير واحد القفزه مهمه جدا، وغادي يتصالح مع الذات ديالو ومع التاريخ ديالو. اذا فملي كتصالح مع الذات ديالك بحال لا بسيكاناليز، ملي كدير لا بسيكاناليز وكتعرف علاش فيك العقاد وعلاش فيك هذا، كتنطلق واحد الحياه جديده كتكون افيكاس، كتكون حتى الخدمه ديالك فيها المردوديه، عندها مردوديه، لانك دابا حنا الانسان اللي مهرس، الشخصيه ديال الانسان المغربي اللي منكسر راه ما قدرش ينتج. حتى في الصباح ما كيفيقش بكري، ولا ما كيمشي للمكتب كيخدم ساعه، ما كاينش ديك الحيويه اللي خصها تكون في الانسان المغربي اللي فخور بالتاريخ ديالو وبالاعلام ديالو. دكتور بودرة، لحد الآن مازال هناك تحفظ حول من الناحية الإعلامية حول وجود إعلام جهوي على المستوى التلفزي. كاين إذاعات خاصة مثلا اللي بينات يعني نجاح كبير في الجهات، ولكن ما كاينش قنوات تلفزية. واش كتشوف أن الجهوية موسعة في المغرب غادي يمكن تفتح الباب أمام إعلام جهوي على جميع الأصعدة؟ أنا شخصيا درت ملتمس لوزير الاتصال كرئيس الجهة لإحداث تلفزة جهوية في المنطقة في الجهة اللي تشرفوا برئاستها. فمع الأسف كان جواب وزير الاتصال بأنه في هذا الوقت الراهن التلفزات الجهوية ليست من أولوياتنا. إذن شنو هو التخوف؟ دائما نفس التخوف. راه النخب المركزي عندهم الهاجس ديال الوحدة المذهبية، ديال الوحدة في كلش. خصنا بغاو نكونوا فوتوكوبي. شي نموذج بالنسبة لهم كيشوفوه بأنه هو النموذج الصالح. على انت تشبه هادشي بحال اللي كيقول بحال كان بغا يدير هتلر كان كيبغى يدير واحد انسان واحد عنده العينين الزرق والشعر الجنس الآري. وهذا الشيء في المغرب راه ما ممكنش. المغرب بلد متعدد الجهات والثقافات والمعتقدات. هذا معناه ان هذه النخب غتبقى تحتكر المعلومه والخبر والمعرفه. يعني واش هي كتعتبر ان الجهويه الا نجحت غادي تاخذ الناس وغتصرف وانا متاكد الاهتمام ديالهم باننا درت تلفزه جهويه في الحسيمه الناس كلشي غيشوفوها، الناس ديال الريف، وندير وحده في اكادير كلشي الناس. فين هو المشكل؟ هو غادي نربح الدوله، غادي نمرر. انا بغيت شي حاجه مثلا على مثلا شي برنامج صحي وبغيت نوعي الناس على واحد المرض معين وخصهم ما يديروا هذه ولا يديروا الفاكسيناسيون ولا الجلبه ولا هذا. ما حسيت يكون عندي بزاف ديال التلفازات الجهويه ونمرر الخطاب ديال الدوله بالامازيغيه بالسوسيه بالتشلحيت بالدارجه بالجبليه، ولا يكون عندي غير واحد التلفزيون واحد ما كيشوفوا حتى واحد. القانون ايضا يتحفظ على احزاب جهويه. الى نجحت الجهويه ومشات، فينا هو المانع ما تكونش احزاب جهويه قويه؟ في هولندا ما دامت الجهه كتسير نفسها وكاينه نخبه جهويه. انا مشيت في هولندا. في هولندا في احد الزيارات ديال هولندا كل مدينه عندها حزب ديالها، كل مدينه، وكاين احزاب وطنيه وكاين حزب مدينه وكاين حزب جهوي، كاين كلش. هولندا دوله هولندا دوله عريقه والى اخره. كاين وفي اسبانيا ماشي مشكل الاحزاب الجهويه. فالمغرب ارتأى بانه يمنع الاحزاب الجهويه ودار واحد القانون الاحزاب اللي ما عندكش الحق تبدل الحزب، ما خصكش دير مؤتمر الحزب حتى يكونوا عندك واحد العدد شي 2000 توقيع. هل يمكن تجاوز هذه العوائق؟ لا، عرفتي علاش؟ هذا الشيء باش يبقاو هما صافي. هل يمكن نتجاوزوا هذه العوائق في هذه القوانين؟ انا لا معلوم. هذا قابل. قانون الاحزاب يكفي يكون عندك اغلبيه في البرلمان وتبدل هذا القانون، وممكن كاع دير تعديل ديال الدستور. هذا الشيء خصو مواليه اللي دافعوا عليه.
اللي يدافعوا عليه. سؤال أخير دكتور بودرة، هل تعتقدون أنه كاين إرادة للمضي نحو جهوية موسعة في المغرب؟ أنا متيقن بأن هناك إرادة ملكية هي الأولى. الأحزاب السياسية معظمها أنا متيقن أيضا بأنها ضد الجهوية. عرفتي كيفاش كتتعامل الأحزاب السياسية؟ الأحزاب السياسية هو المكتب السياسي كيكون بيناتهم، والجهات كيقلبوا على الكائنات الانتخابية اللي غدير لهم فريق في البرلمان، يعني باش هما يكونوا وزراء. هكذا تستعمل الأحزاب السياسية الجهات. إذا العائق فينالمون هو النخب التقليدية. العائق هو النخاب الجهوية اللي ما بغاتش تطلب حقها. شكرا دكتور بودرة على الإسهام ديالكم في هذه الحلقة، واللي بدون شك غادي يكون عندها إشعاع هام سواء داخل المغرب أو خارجه. السيدات والسادة، قبل ما نختموا هذه الحلقة غادي نقدموا بعض الإصدارات الجديدة. من بين الإصدارات الجديدة كتاب Informatisation de l'Amazigh Théorie, Application et Perspective، وهو من إصدارات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. من بين الإصدارات الجديدة كذلك كتاب تامور تنتشوني، وهو قصة مصورة للأطفال من إبداع الأستاذ عبد السلام خلفي. هكذا كنجيو السيدات والسادة نهاية حلقة اليوم، إلى اللقاء في الحلقة القادمة. أساسي سيسين استفراس زروي تمرد طبيعة نتنديمين المغرب تتخوانسا أنا مقارن كويا ملاس إسا غناسيد خفتم يورين العوايد نتنديمين هذا اللي تكا أثيس بلوني عريمن تتخوانسا أصل 4 كويا ملاس أملاس هذا تنظيم تنمريت سي رشيد ما يتكلم. واش كيضحكوا جميع الادوار المنطقه ندى مستثمر واش كنكون هذا اللي غادي نسبل. حنا ما كنطلبوش بان باش يحبسوا الخدمه، غير على الاقل لقاو لنا شي حل. راه هذاك الشيء راه ما نهضروش عليه. من بين المشاكل الا محدوديه المشاريع. مسؤوليات كاع بعدا امانه في العنق. المتنفس مع تمارس الهوايات. أين هو البديل؟ البديل كي راه تيسكن. ثغيوات السعيديات وتوسن سيسم قلعة عجرود وتوسن نيخت ودست غباركان توزد توطاس غير ثغيوانت امباركان السعيدية توسد خيل شمرار نيغ البحر الابيض المتوسط تبقواش خباركان 22 كيلومتر ومامش تبقواش الجزائر 700 متر ذي 18 رف امزداغ وذي 14 كيلومتر البحر يتغيم السعيدية سيتندام يتزان يودان نيغ تسندغاسم زيار زي المغرب ادبار الناس ومامش ذي طاسم وشان أساري تغيما ثغيوانت السعيدية ذيس الميناء نيغ قناص الجوهرة الزرقاء ونتاف ذيس الميناء الترفيهي وذيس التواج وكلاسيات النهر رياضة.
تمدوكر قارغو مجموعة سوال ضم قران صح تكون ثاري كان غتقبل بدا يتلفزات مزيغ توالات الموطي غار تغيوات نديت السعيديه من غنفرج كلاسينا رياضه نظريت تاع دار رياضه جيت سكي ادال جيت سكي انت غار سمشى الناس غار يبدا دينيني في تخسن سيتي ما كان خفا مره ميدوب نسوجد هما انغزار ما مش تيران كلاسيون ودال نيغ جيت سكي انت غارس يجو مزرو اذا قران كيار نبحر نيل سيتي ما كني 8 متر كنو كان خفا قالوا نبدا قيمتها كينغ وتحت شارك واش ذانيتا توغن موتي غار تغيوانت السعيدية غار تافيق اني غار نادي مولودية وجدان الجيتسكي تمسمونتا رانتاث غار سمشان الناس ذانيتا دي السعيدية وانتاف تقا كلاسيا نار رياضة الجيتسكي الرياضية ثانيتا انت فيت ثدروس غانغدي المغرب ماشا انت في السعيدية ذي جا 14 كيلومتر البحار دايس كلاسيا ودال وتمسمونتا غارس امشان الناس دي السعيدية. جمعية تأسست في افريل 2011 تمسمونت انت في كازرون تساس دي ابريل 2011 وانت من تخص تك تمسمونتان تاث تك الجيتسكي وانت في طاس لاكسيدات يتمسان ذي جيتسكي توين بو تنظيم ماش انت تمسمونت اكيم ضبان نيوض حما انا وضن يوض غار الساث ونلقى طاس ميني شنان وخصين غطاس عاد حمانو يار غار الساث ذي قوتان الجيتسكي وانت في الاكسيدات يتمسان تمقرانين ذانيتا دين السعيديه وانت في الاكسيدات ساو تجيبو امشان الطوموبيل انت تردقش كقيبه رواضو وانت في مره يوذاني تجيتسكي حما اذكن يزرفان ديال الاوراق الكونجي دو بوليس لاسورانس كلشي هادشي كلشي يستعملوه والبحر راه للجميع غير خص يكون القانون. مرات غن اسلوي يسير ذايتا خيزرفان ايسي تقوى كلاسيا ودال انت في حضريا رانيتني غاس نزوخ كلاسيا ودال حما ثيرارا ذي السعيديه يتغي مثلا وانت سنيوجي وطاس مودان يدي تسن زماره ثمار النض بديت مع هذا النادي ديال مارينا جيت صافي 3 زون دابا الحمد لله فيغك نادية وانيتا نيخ تمسمون تانيتا نجيت شان 3 إسقوسا نشينو سد حما نرمذ ونازو حما نخس ونرمذ أكلاسيا ودال نجيت والحمد لله رخو نفيث ذانيتا قمشانا ذي المسمون تا وضغي خسورة حاجة وعاونا وقلنا مرة منيشنا وكان وجدو الحمد لله باش نشاركوا في شي كومبيتيسيون ديال الجيتسكي يحضرين السعيدية نثني وظن حوما غادقنا كلاسية ودال انت كلاسية ودال يتغيما مشان إذي جائل نغرب حار يوضد السعيدية غايجا 14 كيلومتر البحر نغيل انت في حضرين مش ناويين وسيند اسقو الطاسي مشان إديون سنغار السعيدية حوما غادقنا كلاسية ودال ذانيتا كولنا هذا الكلوب باش نعرفوا نقاثم سمونتا ثانيتا حما انسيوض كلاسيا ودال حما نسرمذ يوذان جيتسكي مغانتاث ثنقاروتا تغاث توتو نيوض حما زي سنوير غازاث ونقا ذين ثقبوشثان العارش وغارس الطاس نوذاني تتخسن كلاسيا ودال الطاس نوذاني ذي تخرصان تاث ذا رياضان غدال غار تنعاشين ماش انتاث مشناو الرياضات النظنيت جميع الرياضات انت في حضرية مشناويين انت في حضرية ونيتا يوض حمرات دي صغار ثافقة غار نادية ونسقسات مرمي يبدا بديت 4 سنين مع هذه الشركه ديال مارينا جيت وانا 4 سكوساس قومي بديخ اكثم سمونتان جيت سكين ونتف اكلاسيا ودال نرمد زي 16 الحوايج طاس نتمسرعين زي نرمد ونوضحوا ما انا ارض النغمه مش غنسنحوا مثنيا نرجيلي وما مش غتفض جيت سكي كبار بزاف بحال هكا من يكونوا 2 تاع الناس فوق الجهاد خص يكون عندك واحد القواعد خصك ديرهم. تقريبا
تقريبا كل يومين في شنو 2 ملاس انت فنتق 3 ساعات 2 ساعتين وكواغ وتاح جيت السعيديه ثانيتا وشموار تكغا جيت نظنيت نغار غزديس نظنيت حومه اني رار كروما ما مش كيفاش بعض المرات كنكون انا والدراري بعض المرات بوحدي انت في خاصني سلغماين غاري حضرينينا انت في اني ثنين سنيس شان مش خاكنا كلاسيان ودال دي تخيوات السعيديه انت فيل رنت يقصح خين قرارن امش نوينا كنديروا تدريبات مع واحد المونيتور. انت فغان غسل غماي يمغا خان انت اذا غيتيش ما مش نيرار وانت انت اذا يسكوارن نشوف اطار الاعمال نقدروا نقولوا رياضه ونقدروا نزمراني اذا دال نزمراني نيتاذيش الهوايه ماشانش توريخت زيس ايغرمد وزي سينتك جيتسكي تخرج من يكون البحر هايج ولكن خص اتفقد خمي غيرار الى هو المشا خصش ما مش غكذ اتو يارد اكيل ذانيتا يكون البحر طالع بزاف راه امبوسيبل تخرج من البحر لان كيكونوا لي فاغ يقصح مي غيري قاعد يقصح سوطاس حما تو يارد البحر خص تكون تحكم في الجيتسكي ماشي هو يتحكم فيه انت فرتي حضريين تسنتيت غارت بسموت مولودية وجدة الجيتسكي حوما ديران تراني ثنتي انت في مراتو غاو دروس انت مش نظني مشى ثغيوات السعيدية في وضحوا ما اتيري دايس حرموشت. احنا عندنا هنا في مارينا بالخصوص مارينا جات انا يعني بالخصوص انا اول وحده يعني كتخدم هذه المساله ديال الجيتسكي وبالنسبه للفئات يعني الفئه ديال البنات كاين فئه قليله هو شنو ما كيزعموش يعني على الجيتسكي خاونا يعني يكونوا يعني هو آلة يعني شويه بالنسبه للبنت يعني شويه خطيره يعني الانسان الا ما كانش يقدر يتحكم فيها ولا يقدر لا قدر الله يقدر يوقع في شي افات ماشي هي هذيك وليسونسيال غير تكون الزعامه والصرامه راه كلشي ساهل. بالنسبه للجيتسكي يعني راه الا كانت الاراده سي فاسيل باش ان اي واحد يدير هذه المساله هذه غير شنو انا كنوجه الرساله ديالي للبنات يعني اونتر بارونتيز سوي لي بيانفوني راه مساله بسيطه غير شويه ديال الكوراج وصافي. ذايت انت رضغزيس لا تكنيك يحضر ذي جيتسكي مروات جيني وذاني نغادرن ورزمان ازيسنو يان دير بحار انت في كلاسيه موتورنا مش ناويين يخسيسن ربدا يجن حوما اكيسني يقوار انا ندير هي حتى الاشياء والعمرونه الدور صافي ديرها مزيان حتى نتايا فوالا راه في الدور مزيان النيفو ديالو هو هذاك راه مليح اوكي فوالا دابا باس ديماري غتمشي دير ليسونس ياك يلا راه بصحة والراحة خليك نوتروتيان هي اللي كاين كلشي الا ما كانش نوتروتيان توجور الاومبان حنا كنخرجوهم كنديروا نوتروتيان باش غدا بغدا ما يمكنش الاومبان بالنسبه لي باطو كذلك اوبليجي نيتواياج الا ما كانش نيتواياج توجور لومبان مع لي فاغ مع المي اكثر في الشيء ديال البحر اوبليجي دير الامبان ولهذا الحمد لله ما كانش عندنا لا امبان لا والو الامور غاديه بخير والحمد لله. انت في ذانيتا وذانيتا حنا العومن دير بحر نغذقيل انت في ثن تكون سوطاس سكلاسيان وداني غنا الرياضه يجان ذي السعيديه مغارطاس انك سيدي تمسارن ذي كيل نغذي بحر انت في السعيديه نتاث رسقموشان اذا تمسان تتصلك سيد مغار انت في جيتسكي ذي وذانيت عمان واديتيس من يتغيم هذا سقسي ربدا يمضبان حوما ذاك سنه كلاسيان ودال زاتي ما يتعمان انا وين غرقواش